عندك حبة كبد وقوانص صغيرين فايضين عندك، عايزة تعمل بيهم غدا. هنعمل مع بعض الطاجن الحلو دوت، طاجن كبد وقوانص بسلة بالكبد والقوانص. بصراحة طعمه حلو جدا. كنت ناوية اعملها مع مكرونة، فقلت لا اغير. فعجبت الولاد، في منهم مش بياكل بسلة اكلها وما شاء الله، نسفناها بألف هنا وعافية. هنبدأ مع بعض على طول الفيديو. هنجيب حلة هنحط فيها بصل معمول في الكبة. هتحطي زيت، سمنة، اي مادة دهنية هتعملي بيها. هنحط البصلة نشوحها ندبلها، مش هنخليها تحمر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة طبعا، والذكر والاستغفار زي ما احنا متفقين، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم طول ما احنا شغالين. هنشوح البصلة شوية، هنقلب فيها شوية كده لغاية ما تدبل معانا. وبعد كده هنحط عليها القوانص طبعا انا غسلتها وسلقتها نص سلقة وقطعتها، وهنحطها على البصلة تتحمر معاها شوية قبل ما نحط لها البسلة. هنحط فلفل اسود. هو بصراحة كان تغيير عن طعم البسلة وتجديد للكبد والقوانص. عندي في من الولاد مش بياكل البسلة اكلها وغير طعمها تماما، بصراحة خلي طعمها حاجة تانية، طعمها جميل. هنقلب في البصلة كده كده دبلت، وحطينا جبنا القوانص اهي متقطعة مسلوقة نص سلقة، ما تحطهاش نية. هتشوحيها لغاية ما تحمر حبة كده، والبصلة هتلاقي لونها بقى ذهبي. تشوحي القوانص شوية، ما تحطيش البسلة عليها وهي لسه ما تشوحتش. كده شوحناها. هنحط بقى البسلة والجزر. هنقلب البسلة والجزر مع القوانص تتشمع شوية معاها، نقلبها حبة كده. وهنحط بقى بعد كده عصير الطماطم، عندك صلصة حطي معاه صلصة. وهنحط فلفل اسود وبابريكا وورق لوري. وهنحط سكر طبعا علشان نعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وفي الاخر هنحط من هريسة الفلفل الاحمر ومعلقة توم مفروم ني، مش هيتحمر معاها. الطماطم انا ضربتها في الكبة وبحط معاها فلفل اخضر، بحب اضيفه في كل حاجة بصراحة. بابريكا، وهحط حبة فلفل اسود كمان. وهنا حبة السكر الصغيرين اللي قلنا عليهم، حاجة بسيطة بس كده. هنسيبها بقى تستوي، هنقلبها وبعد كده هنغطيها ونسيبها تستوي. محتاجة حبة مية زوديلها علشان الصوص بتاعها ما ينشفش. بعد ما تستوي يبقى بقيلها 5 دقايق كده، هندخلها الفرن تكمل في الفرن بقى ونحط لها الكبد. احنا هنسيب كده البسلة على النار، وهنعمل الكبدة في طاسة تانية جنبها لغاية دي ما تستوي. جبنا طاسة حطينا فيها حبة زيت. الكبد غسلينها ومقطعينها ومصفيينها. هنحطها على زيت سخن، تحمر، هتنزل ميتها وتحمر. هنحط عليها فلفل اسود وبهارات فراخ. وبعد ما تحمر الكبدة تكون البسلة استوت هنحطها عليها. طبعا مش هينفع نحط الكبد من الاول مع القوانص، لان الكبدة متاخدش وقت في السوا، وتحميرتها دي بتديها طعم حلو قوي. هنا كده خلاص البسلة باقي ال5 دقايق اللي هتاخدهم في الفرن. معلقة هريسة الفلفل، ده فلفل مش حامي بس بيدي طعم حلو. جيبيه بقى في الشتا بيبقى رخيص وحطيه في الفريزر. ومعلقة الثوم.
كده الكبده خلاص استوت اهي. هي الكاميرا مبيناها غامقه شويه بس هي احمرت، مش اتحرقت يعني لا دي محمره بس يعني احمرت بس. خلاص هنحطها على البسله ونقلبها فيها، ونجيب طاجن بايركس، صينيه، طاجن فخار، اي حاجه عندك. طبعا هتظبطي الملح بتاعها. كده نحطها في الطاجن، وهنحط على الوش معلقه سمنه بلدي، هتديها طعم وهتديها لون، وندخلها الفرن. هنشغل الشوايه الفرن مع بعض، يعني انا حطيتها على الصاجه من تحت وشغلت الشوايه والفرن في يعني فوق وتحت في وقت واحد. لو البوتاجاز بتاعك ما بيشتغلش فوق وتحت خليها تحت كده تغلي 5 دقايق، وبعد كده شغليها الشوايه تاخد لون. كده بعد ما طلعتها من الفرن بصراحه طعمها وريحتها تحفه جدا. عملت جنبها رز بالشعريه، ممكن تعملي جنبها رز ابيض زي ما تحبي، وطبق سلطه، وكده وجبه غدا جميله جدا وتغيير عن طعم البسله اللي احنا عارفينه. جربوها باذن الله هتعجبكم، وبالف هنا وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.